بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودا على بدء في سلسلة أحكام الأسرة فيما تحدثنا عنها الحلقة الماضية، تحدثنا عن الزواج وأحكامه. لعلنا اليوم نشرع في داخل الأسرة في النشأة والتربية وما إلى ذلك. أولا شيخنا، ما هي القواعد والمسلمات الثابتة التي يجب أن تبنى عليها أي أسرة مسلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الثوابت والمسلمات له علاقة بشكل كبير على النظرة التي ينطلق منها الزوجان في مسيرتهم في هذه الحياة. فمن نظر إلى أن هذه المسيرة القاصدة إلى الله سبحانه وتعالى هي مسيرة مسؤولة، مسيرة فيها تكاليف، مسيرة فيها في نهاياتها مسؤولية بطبيعة الحال، في النهايات ينبغي أن تنتهي إلى جنة أو نار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنته آمين. وفي فترة الحياة التي منح الله سبحانه وتعالى للناس يختار على كل الزوجان كل منهما الآخر بناء على هذه الرؤية. فمن رأى أنها الحياة ليست عبثية وليست مرحلة غرائزية تعدي فقط بما نعيشه من أيام، يختلف عن أولئك بطبيعة الحال الذين ينظرون إلى أن هذه الحياة فيها تكاليف وفيها أعباء وفيها مسؤولية وفيها رضوان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. هذه النظرة تلعب دور كبير جدا، وبالتالي سنلاحظ أن المسألة هذه لها تأثير في الاختيار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة، أخبر عن واقع الناس، تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. فواقع الناس هكذا، من الناس من يهمه الأموال، من الناس من يهمه الجمال، من الناس من يهمه أن تكون المرأة في أسرة ذات حسب ونسب، ومن الناس من لا يهمه إلا أن تكون المرأة ذات دين. لماذا؟ لأن ذات الدين هي التي سترافقك في هذه المسيرة الطويلة، تراعي أحكام الله تبارك وتعالى في العلاقة معك. وبالتالي هذه النظرة إذا دخلنا بها إلى بيت الزوجية ستلاحظ بأن الثوابت التي سيرعاها يمكن أن نلخصها في أمرين إن صح التعبير. الأمر الأول ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى في هذه العلاقة. العلاقة الزوجية ذكرنا بأن والله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرجل والمرأة كلاهما يدرك بأن والله في بيت الزوجية هنالك مسؤولية دنيوية وهنالك مسؤولية أخروية. نعم. المسؤولية الأخروية في أنه والله جميعا ينجحوا في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، هذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي هذا ثابت مهم جدا في أنه الله ابتداء عندما يخاف كل منهم الله تبارك وتعالى في علاقته ويدرك بأن والله هذه العلاقة الزوجية مرتبطة بميثاق مع الله. نحن ذكرنا في البداية أن العلاقات الزوجية تبنى أصلا بميثاق مع الله تبارك وتعالى. هذا الميثاق يلزم كلا الطرفين أن يراعيه، إنه والله نحن علاقتنا مبنية على أحكام شرعية. فائدة هذا الموضوع في العلاقة مع الله أنه لا ينشأ صراع ما يمكن أن نسميه بصراع الأضداد الذي يحاول الآن أن تصنعه الجاهلية المعاصرة، صراع الرجل والمرأة، صراع الذكور مع الإناث. هذه لن تنشأ إذا تصورنا أن هذه العلاقة علاقة ميثاق مع الله والمنظم لها هو الله ولسنا نحن. وبالتالي هنالك تشريعات متعلقة بالزوج في هذه العلاقة، وهنالك تشريعات متعلقة كذلك بالمرأة كزوج أيضا
بالنسبة للرجل، وبالتالي كل منهما يطبق ما أمره الله، لأن العلاقة علاقة تستمر إلى أن والله ننجح مع الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا. لذلك الذين يتصورون بأن العلاقة ليست بهذا البعد تجد دائما ينظرون إلى مسألة الحقوق والواجبات باعتبار علاقة الصراع. نعم، تقصد الحركة النسوية في صراع الحركة النسوية على وجه التحديد. هذه الآن تصور لنا، لأن الإشكالية الآن في الغرب أو الحداثة بشكل عام سيلت كل المفاهيم، يعني جعلت المفاهيم كلها لا يوجد فيها حق وباطل، لا، إنما هي حالة صراع مستمر بين البشر كبشر وبين الإنسان والطبيعة في مغيب الله تبارك وتعالى. هذه العلاقة للأسف الشديد تنشئ نوع من الكراهية، نوع من البغضاء، نوع من التصارع، نوع عدم الاستقرار، نوع من الغلبة التي يتصور كل طرف من الآخر أنه نال من الحقوق. ولذلك ستلاحظ بأن الحركة النسوية في الغرب يعني والذين يتأثرون بها هم يتصورون بأنهم ينتزعون حقوقا من الرجل. العلاقة الزوجية في الإسلام لا تقوم على هذا النوع من الفهم، لا تقوم بأي شكل. يعني الرجال لا يمنحون النساء حقوقا، ولا النساء يمنحن أيضا الرجال حقوقا، ولكن كل منهما ينفذ الحقوق الشرعية التي رتبها الله على العلاقة. هذه مسألة مهمة جدا. لكن في تصورهم أن هذا النظام يعطي الرجل أولوية وأفضلية في المنزل، لذلك هم يريدون انتزاع الحقوق. نعم، هي هذه التصورات الخاطئة للأسف الشديد. لماذا؟ لأنهم لاحظ مثلا مفهوم الولاية هو مفهوم عندهم يتصور فقط في الدولة، فبالنسبة لهم الدولة لها ولاية، لكن الدولة نفسها يتصارعون معها أيضا، لأن فلسفة الحقوق والواجبات أيضا مبنية على مبنية على ما لك من قوة وتأثير ونفوذ ولوبي في داخل هذه المؤسسات التشريعية. نعم. هم يعيشون حالة الأرباب التي ذكرها الله تبارك وتعالى، أرباب من دون الله. فهم في مجتمع بطبيعته مجتمع طبقي، حتى وإن أنكروا هذا الوضع لكنه مجتمع طبقي تتسيد فيه المؤسسة التشريعية مؤسسة الأرباب اللي هم المشرعين. بالنسبة لنا الرب هو واحد، المشرع هو واحد، الإله الذي نعبده جميعا هو واحد. وبالتالي المرأة لا تنظر إلى أن عندما منح الله تبارك وتعالى القوام للرجل تحيز للرجل، لا، ليس كذلك. أو الرجال هم الذين اجتمعوا فقرروا اجتماعيا أنه والله ينتزع الصلاحيات من النساء، ليس كذلك. بقدر ما هنالك مفهوم للولاية في الإسلام، مفهوم للولاية في الشريعة. مفهوم هذه الولاية يبدأ من الأسرة وينتهي بالنظام السياسي العام. في الأسرة بما أن هنالك مجموعة من البشر مجتمعين مع بعض، الحد الأدنى لهم 2، أن رجل وامرأة، لا بد حتى في السفر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم، إذا كنتم 3 فأمروا أحد. ففي داخل بيت الزوجية نظم الله تبارك وتعالى هذه المجموعة الصغيرة التراتبية القيادية فيها، فجعل الولاية والقوامة للزوج، الولاية والقوامة فيها للزوج. ولو سألنا كل الدنيا والله هذه الحالة مسألة تنظيم العلاقة وأن يكون هنالك شخص مسؤول عن الأسرة هذه معيبة، سيقال لك ليست معيبة فيها في حقيقته إذا فهمت بهذا السياق. وبالتالي الولاية والقوامة التي منحها الله تبارك وتعالى للرجل داخل البيت ترتبت عليها أيضا استحقاقات، يعني ما أعطاه قوامة مقابل لا شيء. نعم، لاحظت؟ يعني قال له والله أنت القيم على البيت، أنت القيم على البيت، ولك في هذا حقوق، ولك في هذا حقوق وعليك واجبات. نعم. يعني مثلا من أهم واجبات الرجل فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية وداخل البيت أنه هو المسؤول المالي عن كل المؤسسة هذه. نعم. يعني صرف هذه المؤسسة المالية على من؟ عليه هو، على الرجل. طبعا من الأشياء اللي أعجب فيها كثيرا أنهم ينتقدون هذه الحالة ولا ينتقدون على الولايات المتحدة وهي تهيمن على مجلس الأمن بمالها. يعني يقول لك يا أخي الطبيعي أن الولايات المتحدة بما تنفق فهي تهيمن. طيب لماذا تعيبون إذا كان المال يعطي أولوية ويعطي امتياز، فلماذا تعيبونه في الرجل الذي منحه الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل من لحظة الدفع الأول المهر والإنفاق المالي كل القضايا المالية لاحظ تترتب على من؟ تترتب على الزوج. أطفاله وأبناؤه سواء كان في علاقة مع المرأة أو منفصل عنها، كل هذه الأشياء لا تتحمل المرأة فيها المرأة فيها شيء. طبعا هم ببساطة شديدة سيقول لك والله لا خليها نحن خليهم متساوين. لو جينا بمنطق المصلحة المحض أنا بقول لك والله خليهم يتساووا مع بعض وتشارك المرأة مع الرجل في كل
الشؤون المالية، منطق المصلحة المحض. لكن منطق المسؤولية الشرعية، منطق القوامة، منطق الاستخلاف، ستلاحظ أن المرأة أعفاها الشارع عن كثير من المشاق، أعفاها الشارع عن كثير من إيه؟ من المشاق. فهي تنتقل من ولاية إلى ولاية في الشأن المالي على وجه التحديد. تنتقل من ولاية إلى ولاية، فيظل الرجل دائما إيه؟ ينفق عليها. ولو جيت والله الرجال ممكن بعضهم اليوم لو انتبه إلى أنه ممكن يخرجوا في مظاهرات في عالمنا الإسلامي عشان يقولوا والله نحن في مقهورين من إيه؟ نعم، مقهورين من النساء. نعم. فعلى كل، فيما يتعلق بالرؤية الصحيحة لموضوع الأسرة، أن هذه الأسرة فيها ترتيب إلهي، فيها ميثاق يقوم على حقوق، على واجبات، وليس على سيد ومسود. لا، ليست المنطق هكذا، بقدر ما هي علاقة تقوم على التعاون بين الرجل والمرأة. القوامة فيها هي عبارة عن درجة سماها الله إيه؟ درجة، وللرجال عليهن إيه؟ درجة. هذه الدرجة درجة القوامة، درجة إيه؟ درجة القوامة. باقي الأشياء أن الرجال شقائق، النساء شقائق إيه؟ شقائق الرجال. فهنالك منطق مسؤولية في قضايا تتعلق بالمرأة كامرأة، تليق هذه الأمور التي أحالها الشارع إليها بأنوثتها، ببنيتها، بالحالة الجسدية لها، بالحالة النفسية والعاطفية لها. وفي أمور أخرى تتعلق بالرجل ببنيته وقوته وعمله وإلى غير ذلك. إذن من أهم المسلمات الثابتة في بناء أسرة أن القوامة تكون للرجل. نعم. والولاية له. نعم. طيب هل الولاية ارتباط الولاية للرجل مرتبطة فقط بالشأن المالي أم لهذا أبعاد أخرى؟ لا، الولاية مرتبطة بالشأن المالي وبالشأن التربوي وبالشأن التوجيهي وبالشأن بتاعة التقييم والتقويم. يعني مجموعة القضايا المتعلقة بالأسرة وإدارة الأسرة لهم فيها حق الاستشارة، يعني يستشيرهم. نعم. يسمع إليهم، يأخذ منهم. لكن في نهاية المطاف هو الذي إيه؟ يرتب المسار العام للأسرة، المسار العام لإيه؟ للأسرة، دون أن يكون بينهم كما ذكرنا فكرة السيد والمسود أو فكرة الصراع داخل الأسرة. لا تقوم الأسرة على الصراع، ولكنها تقوم على التعاون، تقوم على المعروف، تقوم على الإحسان. يعني المعاني التي نلاحظها داخل الأسرة ستلاحظ تعاون، قوامة، طاعة، معروف، إحسان. هذه هي المعاني التي تدور داخل استشارة. هذه كلها تدور داخل الأسرة. ففي النهاية قوامة الرجل هو مسؤول مسؤولية كاملة عن أسرته، مسؤول مسؤولية كاملة عن أسرته في شأنها المالي وفي شأنها الأدبي وفي شأنها التوجيهي وفي شأنها الديني. فمثلا من ضمن القضايا اللي هو مسؤول عنها مسؤولية مباشرة رعاية الحالة الدينية في الأسرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ففي العلاقة مع الله مهم جدا الرجل ينظر إلى أسرته، انضباطها، صلاتها، علاقتها مع الله، صيامهم، قيامهم. هذه القضايا لا بد أن ينظر إليها الرجل. يعني ليست مهمته أن يكون والله شخص صاحب علف فقط يأتي بالأكل والشراب من الخارج ولا ينظر إلى البعد الآخر، إنه والله أنا صحيح أساهم في هذا الموضوع ولكن يجب أن أتحمل المسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني أنت مسؤول، من ضمن ما أنت مسؤول عنه أن تقيهم المعاناة في الدنيا وأن تقيهم كذلك المعاناة في الآخرة. هذا البعد طبعا حاضر بالنسبة لنا في كل مسيرة الزواج. طيب هل يؤثم الأب إذا كان أولاده يعني غير مواظبين على الصلاة وما إلى ذلك؟ هو إذا كان التقصير منه يأثم، إذا كان التقصير منه بمعنى لم يربي. كيف تقاس هذه؟ لم يربيهم تربية صحيحة، لم ينصحهم، لم يوجههم، يعني منذ البداية منذ طفولتهم ما اعتنى بهم أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروهم ل7 واضربوهم ل10. لاحظ أنت هنا موضوع الأمر بالصلاة يبدأ من 7. لكن هنالك لفتة مهمة جدا ما قبل الأمر. إيش هو؟ إنك والله ممكن تأخذ الطفل أخذا بيده ويذهب معك. نعم. هنا لا تكرهه للعلم، هنا في ما قبل 7 لا تكرهه. قال لك أنا ذاهب معك المسجد خذه معك. لما يصل 7 لا تأمره. يعني يمكن في ما دون 7 أراد أن يلعب في البيت يجلس في البيت مش مشكلة كبيرة. لكن مجرد ما بلغ 7 طبعا فيها ناحية فقهية، وهو أن التعليم يتم قبل 7. تعليم هذا الطفل الذي أمرته بالصلاة سيكون أن تعلمته الوضوء، علمته القراءة، علمته الفاتحة، الأشياء هذه كلها عارفها قبل إيه؟ قبل 7. وصلت 7 تأمره وتنهاه، تأمره بالذهاب وتنهاه عن ترك الصلاة وعن التساهل فيها. وصل 10 تضربه عليها بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان والله شخص ما بال بهذا الموضوع
لا ربى ولا أيضا ذهب بهم إلى مناطق التحفيظ ولا اعتنى بنفسه ولا وجه زوجته بأن تهتم بأبنائه، ثم نشأ الأولاد وهم عصاة. بلا شك له جزء من المسؤولية. صحيح بعد ما خلاص هم يبلغون سن الرشد بعد ذلك هم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن كل تصرفاتهم أمام الله سبحانه، لكن ما قبلها بلا شك فإنك إن أحسنت تربيتهم كانوا لك رصيدا وكانوا لك أجرا وكانوا لك ثوابا، وإن قصرت فستكون المسؤولية بحسب إيه؟ بحسب التقصير. إذا بعد سن الرشد لا يأثم الأب على تقصير. بعد سن الرشد خلاص هم مسؤولين عن أنفسهم. طيب ممتاز. الحديث لهم حق الإسلام العام اللي هو قضية والولاية العامة. نعم. أنه أنت في نهاية المطاف ستنصحهم سترشدهم كذا، لكن بعد الرشد لن تضربهم بطبيعة الحال. نعم. خلاص. نعم. نعم. طيب التربية بشكل عام في الإسلام. التربية في الإسلام تقوم على مسألة التوازن، لا بد من رعاية التوازن بشكل كبير. فنحن مثلا في تربيتنا نراعي الحقوق الدينية ونراعي الحقوق المادية في كل تصرفاتنا مع أبنائنا مع أزواجنا. فأنت توازن ما بين حق الله تبارك وتعالى والحقوق الدينية التي يجب أن تأمرهم بها، وتوازن كذلك ما بين الحقوق ما بين الحقوق الدنيوية التي لهم. توازن بين مفهوم الثواب ومفهوم العقاب، توازن بين مفهوم الترغيب ومفهوم الترهيب، توازن بين مفهوم التعنيف اللي ممكن أحيانا يكون موجود وبين عدم ذلك. فالفكرة الأساسية اللي يفترض تراعى في العملية التربوية التكامل في سياقاتها، بمعنى أنه والله تراعي كافة الجوانب، تراعي الجانب المادي، تراعي الجانب العاطفي، تراعي الجانب الروحي، بحيث والله هؤلاء الأبناء ينشؤون نشأة فيها نوع من التوازن. فالذي يقصر أحيانا في الجانب المادي ستلاحظ سيمس هذا مباشرة كرامتهم، بمعنى من يقصر مثلا في أولاده في صرفهم في العناية بهم في اهتمام بمطالبهم سيذهب إلى أن يتسولوا الناس، وأحيانا قد تكون هنالك انحرافات نتيجة الحاجة. نعم. فالأب الذي لا يراعي الجانب المادي ويتصور بأن احتياجاتهم المادية مراعاتها ليست لازمة يخطئ أخطاء كبيرة وقد تؤدي بأنه يخرج إلى المجتمع أناس ليسوا أسوياء فيه. كذلك الذي يفرط في الجانب الديني بطبيعة الحال ولكنه يهتم بما شاء الله مطالبهم المادية سيخرج إلى المجتمع أيضا عناصر خاوية جدا روحيا ودينيا وأخلاقيا، وبالتالي أيضا سيكون هنالك اختلال. عشان نحقق هذا الأمر لا بد من التوازن، لما ذكرنا التوازن في مراحل مبكرة. فيقولون مثلا القيم الأساسية تنشأ في الطفل قبل السابعة، يعني أنت إلى المرحلة السابعة يمكن أن تزرع في الطفل الصدق، ويمكن أن تزرع فيه الإخلاص، وتزرع فيه البر، وتزرع فيه احترام الكبير. يعني القضايا التي تغرسها ما قبل السابعة ستظل عموما راسخة في الأبناء بشكل كبير. ثم بعد أن يدخل في السابعة ستدخل معه أيضا في محطة أخرى، وهي محطة التوجيه والتعليم والإرشاد المباشر، وقد يكون فيها أيضا جانب تحفيظ القرآن الكريم وما شابه ذلك. فأنت على كل محتاج إلى في موضوع التربية أن يكون هنالك توازن في العملية التربوية. جميل. تأذن في فاصل قصير. فاصل قصير متابعينا الأفاضل، نعود إليكم فابقوا على مقربة. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب فضيلة الشيخ، تحدثنا عن التربية في الإسلام بشكل مجمل. هل هناك مواقف واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص التربية نستطيع أن نستنبط منها ما يفيدنا في تربية الأبناء؟ تربية الأبناء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة في كل شيء بالنسبة لأمته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو لاحظنا طريقة تعامله مع أبنائه اللي هو الحسن والحسين، كيف كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيركب على ظهره، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى ينزل هذا الطفل، ثم يقول بعد ذلك: لقد ارتحلني ابني هذا فأردت أن لا أزعجه. يأتي مثلا الحسن رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس على منبره وهو يخطب، فينزل من منبره ويحمله عليه الصلاة والسلام. فهنالك مجموعة أشياء حقيقة تعكس مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، ولذلك أيضا كان يداعب الأطفال. مثلا عندنا قضية يا عمير ماذا فعل النقير، يعني وجد الطفل الذي كان يلعب بعصفور صغير ثم طار عنه فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إلى ما كان يفعله هذا الطفل. يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في الشارع ويأخذ ويعطي معهم. فهنالك حقيقة الكثير مما يمكن أخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة نلاحظ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وهو رسول وهو نبي وعليه مسؤوليات كبيرة جدا، مسؤوليات دولة كما يقولون، لم يكن يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصغار، بل كان دائما قريب منهم ويحاول أن يؤثر فيهم ويحاول أن يقترب منهم ويحاول أن يداعبهم عليه الصلاة والسلام، ولم ينظر إلى أن والله هذا الأمر لا يليق به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقولون مع الكبير كبير ومع الصغير أيضا يحاول أن يكون قريبا منهم. هذه مسألة على كل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دوما يعني. طيب، ما حكم ضرب الرجل لأبنائه أو زوجته، وما التفصيل في هذه القضية؟ طبعا هذه من القضايا اللي كثير من الناس للأسف يعني يحاول أن يشوه من خلالها طبعا الإسلام، ويقول والله الإسلام أمر بضرب الزوجة وكذا. طبعا نحن عموما في علم الأصول عندنا شيء، يعني أي قضية وردت في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما باشرها، فهذه كما يقولون هي آخر الدواء الكي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه في حياته ضرب طفلا أو شتم طفلا أو سب طفلا أو شتم امرأة أو ضرب امرأة أو أساء إلى امرأة أو أنه ضرب خادما أو شتم خادما. يعني الإنسان محتك بهؤلاء، محتك بأطفاله ومحتك بخدمه ومحتك بأزواجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أولا باشر الضرب مطلقا، بالتالي هذه لابد أن نستصحبها ونحن ننظر إلى موضوع الضرب وأحكامه في الشريعة الإسلامية. طيب، ممكن واحد يقول والله لماذا لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم إذا الضرب أصلا يعني مفضل ونعتبره جيد؟ النبي ما ضرب، فدل ذلك على أنه ليس عزيمة وليس مفضلا وليس محببا، ولم تحث عليه الشريعة. يعني الشريعة لم تحثك على أنك أنت تضرب، ولكنه مشروع. أحسن. يأتي السؤال: لماذا مشروع؟ لماذا شرع الضرب؟ لأنه سبحان الله النفوس البشرية ليست واحدة. من الناس من يمكن أن تؤثر فيه غمزة عين. بعض الأطفال أبوهم فقط يغمز العين، فتجد الطفل سبحان الله يتغير تغيرا كاملا. طفل آخر تغمز العين لا ينفع، تتكلم معه لا ينفع، تصيح عليه لا ينفع. لاحظت؟ تذهب إليه وتأخذه بيده يمكن يصارعك. فالناس ليسوا سواء. بنفس الطريقة النساء ليسوا سواء. من النساء من تملك مشاعر جياشة لدرجة أنك لو دخلت وشعرت بأنك غير مستريح من موقف معين فهي لا تنام الليل كله. ومن النساء من تبارك الله يعني لو صحت فيها الليل والنهار ما عندها مشكلة، افعل ما شئت. فالشاهد هنا لا النساء طبائعهن واحدة ولا الأطفال أيضا طبائعهم ولا الرجال أيضا طبائعهم بنفس الطريقة. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا المجتمعات. الإسلام ما جاء ليتعامل مع المجتمعات الحضارية جدا التي بلغت ما شاء الله في الانتظام وفي الترتيب، لا، جاء إلى المجتمعات البسيطة جدا البدائية في أي دولة من الدول أو في أي بقعة من الأرض، كما أنه جاء إلى المجتمعات المتحضرة جدا. فلا يمكن أن تكون أحكامه فقط
للطبقات المخملية كما يقولون. نعم. أيضاً تشمل كذلك جميل. الطبقات جميل. المجتمعات. جميل. وبالتالي هنا يقول لك الإسلام إنه والله يا أخي أنت أمام الكلمة، أمام الإعراض، أمام الوعظ، أمام الإرشاد، أمام إذا بلغت مرحلة النشوز في عالم النساء اضرب. إيش النشوز؟ النشوز حددوه طبعا حتى أيضا لا يبقى. بعض المذاهب حددت أن النشوز لا يكون إلا في امتناع الزوجة عن زوجها في قضايا إيه؟ التزيين والمعاشرة. هذا واحد، يعني التزيين والمعاشرة. ترفض أن تتزين له بعد أن يطلب أن تتزين له فلا تتزين له. ممتاز. يطلب منها المعاشرة، يريدها في الفراش فتمتنع عن الفراش. الثالثة تخرج من بيتها دون إذنه وعلمه. الرابعة على قول بعض المذاهب الصلاة، كما يضرب الطفل تضرب إيه؟ المرأة. أول هذه الأربع أشياء التي قال فيها بعض الفقهاء أنها تضرب فيها المرأة. لاحظ هنا كثير من الفقهاء مثلا ذهبوا إلى أن المرأة لا تضرب إذا ضربتك، مثلا لا تضرب إذا شتمتك. تصور أنت يعني في مواطن ستجد أن المرأة تمارس أشياء خطيرة جدا ومع ذلك الفقه يقول لك لا تضربها، حتى لا يتحول الضرب إلى شيء غير مفهوم. يعني أنت تضربها في قضايا إيه؟ يعني فعظوهن واهجروهن وكذا. الناشزة هذه التي تمردت على زوجها، تمردت على إيه؟ على زوجها. طيب هنا يمكن أن يقول واحد والله يا أخي ولماذا أنت لا تذهب بها إلى القاضي إذا خلاص وصلنا إلى مرحلة النشوز؟ في ذلك خلينا نقول على الأقل في هذا الموضوع المجتمعات ستتفاوت. هنالك مجتمعات ترى إنه والله مثل هذه النزاعات يفترض أن تذهب بها إلى إيه؟ إلى القضاء وإلى المحاكم في بعض المجتمعات يقول لك عيب عليك إنك والله أنت تنتقل بزوجتك إلى إيه؟ للمحاكم. لاحظت؟ الأب والأخوان وكذا والقبيلة نفسها التي تزوجت منها بعضهم يرى أنك والله يمكن لو أنك ضربتها ضربا غير مبرح داخل بيتي أفضل لهم من أن يقال البنت ذهب بها إلى إيه؟ أو بنتكم ذهب بها إلى المحاكم. لاحظت؟ فهنا أيضا نحن نقول القضايا التي يضرب فيها يجب أن تكون مستحقة، ثم أيضا الضرب نفسه يجب أن لا يكون ضربا إيه؟ ضربا مؤذيا. فمثلا نهت الشريعة تماما أن يضرب الوجه، أن يكون هنالك ضربا على وجه المرأة. ثم أيضا بعض الفقهاء حددوا حتى الضرب نفسه قد يكون بطرف ثوب، بطرف يد، يعني فيه إشارة إلى إشعار الرجل بعدم رضاه وإشعاره بأنه والله وصل من المرحلة أن يمد يده على زوجته، لكن ليس لدرجة أنك والله تروح تحمل العصا كما يقولون أو تحمل الكرباج أو تحمل الصوت وتعمل في إيذائها وأن تحولها إلى كائن جالس على السرير من هذه كلها ممنوعة. إذن هذه آلية الضرب بطرف الثوب أو بالسواك أو ما. نعم هذه الآلية، هذه فيما يتعلق بالزوجة. نعم هذه فيما يتعلق بالزوجة. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس هذا الموضوع، لقد كان لكم في رسول الله. وبالتالي أصحاب الكمال التعبدي والكمال الأخلاقي يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضربون. جميل. نأتي إلى الأبناء. الأبناء هل يضربون؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الضرب إلا في الصلاة. فمن العلماء من توقف عنده قال والله لا يضرب الطفل إلا إيه؟ في الصلاة. إلا في الصلاة. نعم. قالوا لأنك إن ضربته في كل شيء استوى عنده الأمر، ما يعرف إنه والله يا أخي هذا عظيم وهذا غير عظيم. فحدد الشارع الضرب في أمر عظيم ليعلم الطفل إنه والله لا يضرب إلا إيه؟ في الصلاة. لكن شخص مثلا يضرب قال للولد جيب موية مثلا هات الماء ولم يأتي بالماء فضربه، اذهب إلى الدكان ما ذهب الدكان فضربه، فصار عنده الضرب في هذه الأشياء مع الضرب في الصلاة الموضوع إيه؟ واحد، تربويا يختل الوضع. فبعضهم توقف مثل الشيخ الألباني وغيره قالوا والله لا يكون ضرب الأطفال إلا في إيه؟ في الصلاة فقط. نعم. ولا يكون كذلك إلا إيه؟ يكون بشروط. يكون إيه؟ بشروط. أولا ألا يضرب قبل العاشرة، يعني موضوع الأطفال عموما قبل العاشرة، قبل سن العاشرة نعم. لا يضربون لا في الصلاة ولا في غيرها، لأنه لا زال هو في مرحلة إيه؟ مرحلة ما يعرف أصلا ما كثير ما يفعله، لكن مجرد أن دخل في العاشرة فهو مميز يعرف تماما ليش ضربته. فمثلا عندما تضربه لا بد أولا أن يعرف لماذا عوقب، خصوصا موضوع الصلاة. الذين قالوا بأن والله يضرب في الصلاة وما يماثلها، في الصلاة
يماثله، معنى القضايا الكبيرة. هذا طبعا قياس هنا، قاسوا على الصلاة أشياء أخرى. يعني كثير من القضايا التي تعتبر إذا أخل بها الطفل وهي كبيرة وعظيمة من العظائم فلا بد أن تنبهه بالضرب حتى يعلم بأنها أمر ليس سهلا. الأمر الثاني أن يكون هذا الطفل أيضا المقصود من الضرب فيه التأديب لا الانتقام، يعني لا تحاول أن تنتقم منه. الثالث إذا استحلفك بالله أو اعتذر لك لا تضربه، يعني إذا اعتذر الطفل قبل أن تلجأ إليه أو أقسم عليك أن لا تضربه، هنا أيضا يجب أن تتوقف، لأن هنا إذا تجاوزت وهو يستحلفك بالله فكأنما أنت أيضا تعلمه عدم الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة ولكن قد يكون يعني استحلافه لك أو طلبه لك بتوقف الضرب ناتج عن خوف محض، يعني وليس هذا، يعني قد يكون ما في فائدة يعني. لا، هو على كل، لا، هو اليهم هنا أن يعرف شيء واحد، هذا الطفل ما أنت داير المسألة قيمية. نعم. مجرد أن استحلفك فتوقفت فيها قيمة لهذا الطفل، عظمة اسم الله، عظمة اسم الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما يعرف أنه أنت والله معظم لله عز وجل فإنك بهذا السلوك تغرس فيه معنى قد يكون أهم من قضية الضرب. فعلى كل هذه نص عليها عدد من الفوائد. الأمر الثاني أيضا قالوا يجب أن لا يصحب الضرب تأنيب وتكرار للحديث. خلاص أنت ضربته، هذه عقوبة، انتهى. ألا يزيد الضرب عن 10 أصوات معقولة، يعني لا تكون ضربا شديدا، ولكن يجب أن يكون فيها هذه على كل مجموعة أشياء وضعت بحيث والله هذا الضرب أيضا يكون الطفل ينفع معه الضرب. في أطفال لا ينفع معه الضرب، فإذا كان والله شعرت بأن العقوبة بالضرب لم تكن مجدية فلا داعي لأن تلجأ إلى إلى الضرب. فهذه أيضا لأنه هو علاج في نهاية المطاف. أعطيت شخص مثلا مشروب ما نفع معه، هتلجأ إلى الحقنة، مشكلة، وهكذا تلجأ إلى شيء آخر. كل مرة أنت تلجأ إلى طريقة معينة. فهذه على كل فيما يتعلق بموضوع الضرب والحديث حول الضرب. جميل. ما هي الواجبات الواجبة على المرأة في بيت زوجها؟ طبعا عندنا في أشياء طبعا نحن نتصورها واجبة وقد لا تكون واجبة، لأنه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الزوجين تقوم على المعروف. المعروف أحيانا أن المرأة مثلا تخدم في بيتها، في بيتها. بعض المجتمعات المعروف أن المرأة لا تخدم في بيتها، فهذه مسألة عرفية يعني. هذه مسألة عرفية. عجيب. هنا لا بد أن تراعي فيها. إذا كان والله المجتمع الذي أنت فيه العرف فيها أن المرأة لا تخدم، لاحظت؟ هل يوجد مجتمعات العرف فيها المرأة؟ طبعا نعم، في مجتمعات المرأة لا تخدم. عجيب. أو على الأقل داخل المجتمع الواحد في طبقات المجتمع فيه المرأة لا تخدم. فستلاحظ أن هذا الموضوع العرفي وكل سبحان الله كل فئة عارفة تماما ما لها وما عليها. في امرأة جاءت من بيت إلى بيت تدرك تماما أنها هنا لا تخدم، لها خدمها وحشمها كما يقولون. وفي مجتمع آخر أو في بيئة أخرى تدرك تماما المرأة أن والله تأتي لرجل متواضع وحالته صعبة وفقير ومسكين، وبالتالي لن تجد يعني. ولذلك نلاحظ معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا النساء يخدمون، كانوا يخدمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل لها خادم، لاحظ بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون الآن أنت أشبه بالحاكم الأول في البلد، تطلب من والدها أن يعمل لها خادم. قال أفلا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله وتحمدين. طبعا هنا سبحان الله ظاهر الأمر أنها تسبح، لكن قالوا فيها سر، وهو أن المرأة التي تنام وقد سبحت الله وحمدت الله وكبرت الله بهذه الصورة فإنها تقوى على عمل بيتها صباحا. عجيب. يعني دلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مش فقط التسلاء، هذا الموضوع مقوي لها في بيتها. فعلى كل هذا الجانب اللي هو موضوع الخدمة له علاقة بالعرف، الأمر الثاني من واجبات المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طيب ايش شكل الرعاية اللي حتكون؟ كل قضية لها علاقة بالبيت الداخلي في غياب الرجل فهي المسؤولة.
مسؤولة عن أطفالها، مسؤولة عن نظافة بيتها، مسؤولة عن الترتيب، مسؤولة عن التنظيم، مسؤولة عن وضع الوجبات وترتيبها. هذه القضايا كلها حتى لو افترضنا لها خادم، فإن التوجيه والإرشاد والاختيار وهذه كلها لها علاقة بإيه؟ بالمرأة. يعني في نهاية المطاف الخادمة لن تتحكم في المشهد كله داخل البيت، ففي نهاية المطاف هي التي أيضا إيه؟ ستقوم بكثير من الأشياء اللي لها علاقة بتوجيه الطعام، توجيه الشراب، توجيه الغسيل، الأشياء اللي لها علاقة ببيت هي المسؤولة عنه. مسؤولة كذلك عن أن تحافظ عن مال زوجها. هذا المال لا تنظر إليه بأنه مال سائب، لا، تنظر إليه بأنه أمانة من الأمانات فلا تتصرف فيه. يعني حتى إذا أرادت أن تهدي لا تهدي إلا إيه؟ إلا بعلم زوجها. أيضا الأطفال وتربيتهم. نحن اليوم في عالم معقد جدا، ستلاحظ بأن الرجل أغلب أوقاته قد تكون خارج البيت. نعم. هنا لا بد المرأة أيضا أن تنظر إلى أولادها. صحيح أن المسألة بشكل أساسي على الرجل أن يقوم برعاية أولاده والاهتمام بهم، سواء بأن يعمل لهم ساعات معينة في قضايا التعليم والتربية أو يأتيهم بمربي على كل. لكن في حالة أنه والله ما يتيسر ذلك فالمرأة لا بد أن تراعي هذا الأمر في داخل بيتها. طيب، يتناقض هذا مع ما تطلبه الحركة النسوية للنساء؟ هو المشكلة الحركة النسوية هي حركة انقلابية أصلا على الفطرة كلها وعلى الدين وعلى القيم. هي لا تريد أسرة مستقرة. هي الحركة النسوية أصلا تريد أن تنتهي بك، وهذا لاحظناه الآن. حركة نسوية بدت في لحظة غياب الحركة المثلية، أليس كذلك؟ نعم. يعني في النهاية التمرد الذي قادته الحركة النسوية مهد لحالة إيه؟ حالة أخرى، وهي الخروج عن الفطرة تماما، بحيث والله ما في حاجة اسمها زوج رجل وامرأة، لا، الزوجين رجل وامرأة، لا، يجب أن تكون مفتوحة وسائلة، إنه ممكن يكون امرأتين، ممكن تكون إيه؟ رجل. وبالتالي هنا ستأتيك إشكاليات كبيرة في القوامة، إشكاليات في الصرف، إشكاليات في الواجبات، إشكاليات في الخدمة، حاجات كثيرة جدا لها علاقة زي ما قلت لك بمفهوم القوامة ومفهوم الولاية، نظرة الشارع إلى الأسرة. فهي حركة زي ما قلت لك حركة متمردة على الشرع والفطرة، بل هي أيضا حركة تكاد تكون الآن خارجة حتى عن العقل والمنطق. ممتاز. طيب، نعود للسؤال، ما هو دور أو ما هي واجبات الرجل في المنزل؟ بشكل كبير أو الواجبات هو خارج المنزل، ده الأصل. يعني نعم. المرأة داخل المنزل والرجل خارج المنزل. بمعنى الرجل يكابد الحياة، يخرج إلى الشارع، يضرب في الأرض، يأتي بما كتب الله له ويضعه في بيته. هذه المهمة الأساسية. يعني لا يكلف زوجه أو الزوجة لا يكلفها بأن تخرج إلى الشارع وتتحمل تبعات الحياة. يعني مهمتها يفترض أن تكون مهمة مهمة داخلية. طبعا بعض الناس لا، يعني يعتبر وكأنما عندما نقول هذا الكلام والله نحبس المرأة. تصور عندما تكون هنالك امرأة عندها 3 أطفال 4، دعك من 3، عندها طفل واحد. عندما نقول لهذه المرأة أنت تخرجي، ماذا ستفعل هذه المرأة؟ ما واحد من اثنين، إما أنها ستأتي بامرأة أخرى تقوم مقامها، أو ستضع هذا الطفل في الحضانات الصباحية 8-9 ساعات ثم تعود، أليس كذلك؟ طيب، ماذا لو قلنا إنه والله يا أخي المهمة الأساسية للمرأة هي البيت، مهمتها الأساسية هي إيه؟ البيت. مقابل هذا الموضوع ما يتعلق بالاحتياجات الأخرى واجب على الرجل وفقا لقاعدة الحبس يوجب النفقة. حبست المرأة لأولادها في بيتها لخدمة زوجها، أوجب الشارع عليها إيه؟ نفقة. الشارع النفقة على الزوج. وهنالك تفاصيل في موضوع النفقة، ما الذي يجب أن يعطيها إياه في هذا الجانب. فالمسألة بتاعت إنه والله الزوج مهمته خارجية لا ينافي بطبيعة الحال أن يكون له أدوار إيه؟ داخل البيت. من أدواره داخل البيت عندما يأتي يقف على أبنائه، يقف على تعليمهم، على تربيتهم، على أمرهم بالمعروف، على نهيهم عن المنكر، النظر في أحوالهم، الاستماع إلى مشكلاتهم. أيضا مما يجب عليه المعاشرة لزوجه عند حاجتها، لأنها أيضا لها احتياجات خاصة في هذا الأمر، وله أيضا كذلك احتياجاته، فيراعى هذا الموضوع المعاشرة بينهم أيضا. والشريعة فصلت في هذا الموضوع. طبعا سبحان الله في موضوع الأحكام هنالك إجمال وهنالك تفصيل، ما تركت الشريعة بابا من الأبواب مجملا، حتى المجمل أحالته إلى الأعراف. يعني بعض الأشياء تحيلها إلى العرف حتى لا يبقى غير محدد. جميل. طيب، قبل الختام، هل للأبناء دور فعال؟ هل لهم واجبات في المنزل؟
هو على كل إذا نجحت العلاقة بين الزوجين سيكون ذلك مؤثر بشكل كبير جدا على الأبناء. ففي مرحلة من المراحل الأبناء سيتلقون أكثر مما يعطون، يعني في مرحلة من المراحل هي مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا، الغالب فيها أنهم سيتلقون التوجيه، سيتلقون التربية، سيتلقون التعليم، سيتلقون الأموال، وهذه حقوق على كل بالنسبة لهم يجب أن ينالوها في كل الأحوال. ثم تأتي مرحلة أخرى يمكن للأطفال أو يمكن للأبناء أن يكون لهم مساهمة في داخل الأسرة. يعني إذا تجاوز الشخص مثلا مرحلة الرشد ثم انطلق في حياته العامة، هنا ستنقلب الحالة ويكون للأبناء أدوار يعني معينة، وأحيانا قد تكون أدوار قائمة تماما مقام الأبوين. يعني مثلا يتقدم السن بالوالد أو الوالدة، نعم. والولد يكون ما شاء الله تزوج، وهنا تنتقل سبحان الله الحياة. ففي المرحلة التي كنت فيها أنت بحاجة إلى الرعاية كان الوالدان هم اللذين يرعيانك، فعندما صارا هم في حالة ضعف أنت الذي ترعاهم وتقوم بواجباتهم كما كانا يقومان بواجبهم تجاهك. شاكرين لكم هذا اللقاء وهذا الحضور دكتور حسن. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لفضيلة الضيف الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. للحديث بقية في حلقات قادمة، ترقبونا في كل أسبوع من نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha 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 ha